خليني أسألك سؤال صريح. كام مرة خلصت شغلك الحقيقي 3 العصر وقعدت من بعدها لحد 5 أو 6 بتفتح وتقفل الإيميل وتتمشى في المكتب وتبص في الشاشة كأنك في مهمة سرية، مع إن جوه دماغك مش فاضل غير سؤال واحد: هو إمتى الجرس يضرب ونمشي؟ وكام مرة حسيت بالذنب لو مشيت بدري حتى لو كل اللي عليك خلص، بس عشان اليوم لسه مكملش 8 ساعات؟ احنا اتربينا على رقم 8 ساعات شغل كأنه آية منزلة، مش قرار تنظيمي قديم اتحط في زمن مختلف واستمر لمجرد إن محدش فتحه للنقاش. هحكي لك عن أحمد ورانيا. أحمد موظف في شركة تقليدية اللي فيها عدد الساعات أهم من القيمة. رانيا مديرة في الشركة التانية، قررت تعمل تجربة مجنونة شوية: يوم شغل 6 ساعات بس على قد النتائج مش على قد السنين. المشهد الأول: فن تضييع اليوم. أحمد 9 الصبح في الشركة، يشرب القهوة، يفتح اللابتوب، يبص في التاسكس. عنده 3 حاجات مهمين فعلا، لو ركز فيهم يخلصهم قبل 3 العصر عادي. يبتدي اليوم بحماس شوية، بس طول ما هو شغال في صوت تاني في دماغه: إياك تخلص بدري قوي. هتعمل إيه بقية ال8 ساعات؟ هتقعد تبص في السقف ولا يبتدوا يقولوا ده ما اشتغلش؟ يشتغل شوية، يتقطع بمكالمة ملهاش لازمة، يتسحب الاجتماع نصه دردشة، يرجع يكمل، يضطر يعمل ري وورك لأن القرارات اتأجلت، وكل ده بالساعات شغال. بس كام ساعة منهم كان عقله فعلا في الشغل؟ 2 3 بالكتير. آخر اليوم الساعة 5:30 أحمد قاعد قدام الشاشة، مش مركز، تعبان، بس مستني الدقيقة تعدي عشان اليوم يكمل. هو موجود بس مش منجز. اتعلم يتقن فن الوجود أكتر ما يتقن فن الإنجاز. المشهد التاني: اجتماع المدير القديم. المدير بتاع أحمد عامل ميتنج تقييم. المدير: بص يا أحمد، احنا شايفين إن التزامك بالمواعيد محتاج يتحسن، عايزينك تبقى ملتزم أكتر بالتواجد لحد آخر دقيقة. أحمد من جواه بيصرخ: طب يا فندم، إيه رأيك لو نقسني على اللي عملته مش على عدد الساعات اللي قعدت على الكرسي؟ بس اللي يطلع من بقه: حاضر، هحاول أكون ملتزم أكتر. الرسالة اللي وصلته واضحة: إحنا مش مهتمين قد إيه بتنجز، قد ما إحنا مهتمين طول اليوم شكله عامل إزاي. يطلع من الاجتماع وهو حاسس إن المشكلة فيه، مش في نظام بيستنزف الطاقة، وبعد كده يسأل: فين الانتمية يا جماعة؟ المشهد الرابع: رانيا وتجربة ال6 ساعات. على الناحية التانية في شركة تانية، رانيا مديرة فريق صغير في نفس المجال تقريبا. الشركة بتعدي بأزمة، ضغط، إهداف، منافسة، ومع ذلك رانيا وقفت في نص التيم وقالت حاجة شكلها مجنونة شوية: بصوا، إحنا هنجرب حاجة مختلفة. من الأسبوع الجاي يوم الشغل بتاعنا هيبقى 6 ساعات مش 8. بس اسمعوا للآخر: مفيش هزار في الديدلاينز، مفيش لعب في الجودة، مفيش اجتماعات فاضية. لو قدرنا ننجز نفس أو أحسن من اللي كنا بنعمله في 8 ساعات، التجربة هتكمل. لو فشلنا هنرجع زي ما كنا. اللي موافق يكمل، واللي مش قد التحدي يقول من دلوقتي. التيم سكت، في اللي فرح وفي اللي خاف من حتة المحاسبة على المخرجات، بس الفكرة كانت واضحة: أنا مش بخفض ساعاتكو عشان أرخيكو، أنا بقول لكم التركيز أهم من تمطيط اليوم. المشهد الرابع: شكل اليوم المختلف. في أول أسبوع في شوية حاجات اتغيرت. الاجتماعات بقت قصيرة وواضحة. الميتنج ده 20 دقيقة، الهدف منه 1 و2 و3، اللي مش محتاج يحضر يكمل شغله. الناس بقت تيجي الشغل وهي عارفة مفيش وقت للفرجة، عندي 6 ساعات بس أطلع فيهم أحسن ما عندي. السوشيال ميديا بقت أقل، الهري في الكوريدور قل، حتى القهوة بقى ليها ميعاد، مش مفتوحة طول اليوم. رانيا كانت ماشية بين الديسكس، مش بتسأل جيتوا الساعة كام، كانت بتسأل وصلتوا لفين، إيه اللي خلص، إيه المشكلة اللي واقفة قصادكم. الناس بدأت تحس بحاجة غريبة: تعبهم آخر اليوم بقى من التركيز مش من الانتظار. المشهد الخامس: مقارنة صعبة بس كاشفة. بعد شهرين أحمد قاعد مع صاحبه سامح اللي شغال مع رانيا في الشركة التانية، قاعد على قهوة بعد الشغل. أحمد: يا عم انتوا بتمشوا 3 العصر ازاي؟ احنا لسه بنكون في نص النكد. سامح ضحك وقال: 3 العصر؟ أنا في اليوم ده بكون مخلص اللي ورايا وطالع من الشغل تعبان، بس دماغي مش مكسورة. يعني إيه؟ يعني أنا 6 ساعات شغل نار، مفيش اجتماعات ملهاش لازمة، مفيش قعدة واتساب طول اليوم، مفيش أكتنج. رانيا قالت لنا من الأول: أنا هحاسبكوا على النتيجة مش على عدد الساعات اللي فضلتوا قاعدين فيها. صدقني، أنا بشتغل أقل في الزمن بس بطلع أكتر في القيمة. أحمد سكت شوية وقال:
إحنا في شركتنا يتقالك اقعد 8 ساعات بس محدش يسألك عملت إيه فيهم. سامح رد بجملة قتلت الحوار: انتوا عندكوا جسد قاعد مستني اليوم يخلص، احنا عندنا عقل عايز ينجز قبل اليوم ما يخلص. المشهد السادس: المشكلة مش في الرقم 8 نفسه. في ناس ممكن تشتغل 8 ساعات وتدي جهد محترم، وفي ناس مش قادرة تدي 4 ساعات تركيز. المشكلة في معقلية بتتعامل مع اليوم الوظيفي كأنه حضور عسكري: ادخل في الميعاد، اخرج في الميعاد، املى الكرسي وسيب الباقي على ربنا. في بيئات كتير الساعات بتتقاس بس القيمة ما بتتسألش. الموظف اللي يقعد لحد 6 أو 7 يتقال عليه يا ساتر ده بيشتغل بضمير، حتى لو هو في الحقيقة ضحى بصحته، وتاني يوم داخل بمخ تعبان، غلطاته أكتر، تركيزه أقل. وفي نفس الوقت لو حد خلص شغله بدري ومشي يتقال إيه قلة الالتزام دي، هو الشغل بس اللي عنده؟ أخطر حاجة عملتها البيئات الشغل غير الناضجة إنها ربطت التقييم بعدد الساعات مش بالإنجاز. فبقينا نتقن التمثيل، نفتح ملف إكسل قدامنا ونفتح في الخلفية فيسبوك أو واتساب ونبين إننا مشغولين مع إن الإنتاج الحقيقي ضعيف. وبعد كده نقعد نستغرب ليه الإنتاجية قليلة، ليه الأفكار خلاص اتحرقت. إزاي تطلب من عقل مرهق إبداء ومبادرة وإنت مستنزفه طاقته في ساعات ملهاش معنى؟ الخلاصة: الجراءة الحقيقية مش إنك تلزق للناس سيستمز قديمة وتقول إن إحنا كده من زمان. الجراءة إنك تجيب النموذج القديم وتحطه تحت الميكروسكوب وتسأل هو فعلا مناسب شغلنا ولا بنكرره عشان كل الناس بتعمل كده. تخيل مدير يقول لتيم كامل هنجرب نقلل اليوم ل6 ساعات في قسم واحد بس، مش عشان انتوا أقل، عشان أثبت إن النتائج مش محتاجة وقت أطول، محتاجة مساحة أذكى. هديكوا ثقة كاملة بس في المقابل هحاسبكوا بصرامة على المخرجات مش على وقت الحضور والانصراف. ده مش طرف، ده شجاعة إدارية حقيقية. للمؤسسات، المؤسسات اللي هتفهم بدري إن الشغل الحقيقي بيتقاس بإيه اللي اتعمل مش قعدت قد إيه، وإن الفرق بين 6 ساعات تركيز و8 ساعات مجرد وجود هو الفرق بين عقل شغال وجسد مستني آخر اليوم. المؤسسات دي مش هتنافس بعدد الموظفين ولا بحجم المباني، هتنافس بنقاء العقول وطريقة إدارة الوقت. الشغل ما بيتطورش بإننا نزود عدد الساعات، الشغل بيتطور لما نمسح كل حاجة بتضيع الساعات دي. للموظف، ولو انت موظف اسأل نفسك أنا فعلا بشتغل 8 ساعات ولا بنجز في ساعتين وباقي اليوم بحافظ على المشهد؟ لو اتقاس شغلي بالنتائج بس هطلع كسبان ولا خسران؟ مش كل حاجة في إيدك، بس اللي في إيدك إنك تركز ساعات قليلة بجد وتقلل الهري اللي ملوش لازمة، وتطالب على قد ما تقدر إن تقييمك يبقى على اللي أنجزته مش على عدد الساعات اللي فضلت قاعد فيها. أنا زتونة، والحلقة دي مش دعوة نكسل، دي دعوة نفكر إحنا بنشتغل ولا بس بنعدي الوقت لحد ما اليوم يقول لنا مع السلامة. لو حسيت إن الكلام لمس حتة في يومك ابعت الحلقة لمدير، لزميل، أو حتى لنفسك بعد شوية سنين. يمكن تفتكر إن أهم أبجريد في الشغل مش زيادة وقت إنما إزالة اللي بيضيعه.